يكون عندنا مصداقية في القول وفي العمل. إني أحبكم في الله. شرفتونا وشرفتوا أهل عزبة صار والسنبلاوين عمهم، كل أخ وكل واحد استجاب للدعوة وشرف أخوه إبراهيم العاصم ورحمه. أولا إحنا لازم الأيام اللي جاية يعني نبص لفوق شوية. هو الدكتور مصطفى جزاه الله خير ملبي من امبارح، بس الظروف فوق وفوق. الشيخ شريف عنده علم برضه في 15 يوم وكان معانا مصلي الجمعة بشمس، بس في حاجة أهم. وأنا مكان الدكتور مصطفى وأنا مكان الشيخ شريف، طلبكم على دماغي. المصلحة مصلحة عامة مش خاصة. وما قلتش رياء والله ما رياء. انا عاوزكم تشدوا حيلكم شويه عشان مجلس الشورى عاوزين نخش نعلم على الفلوس. خشوا وعلم. انتوا شلتوا عصير ولا صيف؟ بإذن الله احنا ورانا عمل حد واثنين بإذن الله. مجلس الشورى الفانوس برضه، وما تنسوش الفنجان والسفينة اللي هي اكسبريس، مش اللي غرقت اللي هتعوم بإذن الله. واسبوع او اثنين داخلين على المحليات، والمحليات دي اكتر من مجلس الشعب نفسه. المحليات اكتر من مجلس الشعب نفسه. عاوزين كل اخوة مركز السنبلاوين كل واحدة محلية، حصينا برقان الزهايرة شبرهور يجهزوا فوانيس كده عشان ننورها في الوحدات المحلية. وعاوزين كل اخ يخاف الله في عمله عشان نصلح المجتمع. اولا مجلس الشعب مش هيصلح المجتمع كله، لازم المجتمع يصلح نفسه. كل اخ طبيب يخاف الله في عمله ويكون مؤتمن. الاخ المهندس يخاف الله في عمله ويكون مؤتمن. الاخ المدرس يخاف الله في عمله ويكون مؤتمن. الاخ الموظف في جميع مصالح الدولة يخاف الله ويؤتمن. وربنا يبارك له في الراتب الشوية، وكل واحد يعيش على قد دخله. هو راتبك شوية بس ركز في الحلال، هو هيبقى ربنا يبارك. ما تفتحش باب الحرام. الاخ الحرفي حبيبي خاف الله في عملك مؤتمن. الاخ الميكانيكي مؤتمن. وباذن الله ربنا يكرمك الدور جدا وهتقفل الورشه 5 دقايق او تسيب عيل صغير وتروح تصلي، ربنا يبارك لك في اللي هتاخده. الاخ بتاع السوست كذلك برضه، انت ما عندكش حاجه هتبوظ على النار ولا حاجه، اقفل ورشتك قعد عيل صغير وروح صلي 5 دقايق، ربنا يبارك لك في اللي هتاخده. رزقك واقف قول يا رب والرزق جاي من فوق. جميع الحرفيين تخاف الله في عمله وتصلي الفرض وخد بالاسباب، ورب الاسباب موجود. اهلي واحبابي عزبة الصار عاوزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف الصالح في عزبة الصار ونعمله. عاوزين نقول لاهل مدينة السنبلاوين تعالوا شوفوا عزبة الصار. هي ما فيهاش عضو مجلس الشعب بس فيها واحد باذن الله يخدم اكثر من عضو مجلس الشعب. عاوزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف الصالح للمجتمع. نشوف الصالح للمجتمع. حط على 50 خط كفايه، وكل واحد يخاف الله في عمل. واتمنى من الله التوفيق لحزب النور. اتمنى من الله للدكتور مصطفى ربنا يوفقه على هذا المسؤوليه. اتمنى من الله للشيخ شريف طه ربنا يوفقه. ونتمنى من الله المصداقيه للجميع. واتمنى من الله ان نحط ايدينا في ايدين بعض ونخاف الله ونشتغل عشان ربنا امرنا بهذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.